مساء السعادة. فيديو بقى النهاردة يا بنات جاب معايا من الآخر، والله زي ما بقولك كده جاب معايا من الآخر. السبب والفضل يرجع للجنيه اللي انت شايفاه. جنيه والله يا بنات زي ما بقولك كده جنيه عمل معايا، غير حياتي كتير قوي. المج اللي انتوا شايفينه ده عزيز عليا جدا، بس صراحة كده لو بصينا هنلاقيه مفلوق كده من عند الودن، يعني ملوش اي استخدام عندي، ولو جيت احطه في الزبالة عزيز عليا زي ما قلت لكم، فمش هقدر ان انا ارميه. فقلت ايه اما استغل، اشوف كده الاستغلال بتاعي هيطلع كويس ولا مش كويس. حطيت بقى في المج جنيه فوق جنيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. متخرجيش بره الفيديو، خليكي معايا للنهاية هتطلعي بافكار هايل. مش قلت لكم هبهركم؟ يعني هبهركم. مفيش بيت بقى فيه جزام او كومودينو كده جنب الباب. انا بقى يا حبايب قلبي حاطه المج اللي انتوا شايفينه ده اهو على ترابيزه كده جنب الباب، وتقدري بقى لو عندك فازه وفيها ورده كده، اي زهريه كده او قصريه تحط فيها الجنيه اللي قلتلك عليه حط فيه. انا هنا يوم 17 في الشهر، يعني معايا 17 جنيه. كل يوم بقى كده وحضرتك خارجه او حضرتك جايه من الشغل تقدري، او من بره او اي مشوار، تقدري بقى لو متوفر معاكي الجنيه ده اهو تحطيه في المج. مش هقولك ان انت تقدري، لان بالفعل هيكون معاكي الجنيه. لو جينا نديه لاي طفل الجنيه ما بيعملش اصلا اي حاجه. طيب انا بقى هوفر بالظبط بالظبط يا بنات 30 جنيه كل اخر شهر، هيكون معايا 30 جنيه. 30 جنيه دول مبلغ، يبقى هنعمل بيهم ايه؟ داخل علينا الشتاء ان شاء الله، وداخل علينا كمان شهر رمضان الكريم، فبنعمل حسابنا ان يكون خزين. وانتوا عارفين بقى اليومين دول اللي يعمل خزين يعني بجد بجد يبقى بطل. هعمل معاكم ايه بقى يا حبايب قلبي؟ هجيب بقى ال30 جنيه كل شهر، واجيب بقى زي ما انتوا شايفين كيلو ونص دقيق. بال30 جنيه كيلو ب20 جنيه، هجيب كيلو ونص من الدقيق. بال30 جنيه هاتي فول مفصص، هاتي بال30 جنيه فول تدميس هنحتاجه ان شاء الله في سحور رمضان. 30 جنيه انا جبت فريك، الفريك ده هنحتاجه في الشتاء وهنعمل منه حاجات كتير قوي. هاتي عدس، العدس طبعا احنا اليومين دول في الحر ومش يعني مش مستحب اكله قد كده، طبعا بنستخدمه شربات في رمضان وبرده شرب في الشتاء. ده شكل الفريك زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي. بيتعمل بصي طبيخ، وبتعمل برضو كفتة كده زي الكفتة الغمراء، وبيبقى طعمه هايل. كباب كداب كده بيبقى طعمه جميل جدا، هعمله معاكم ان شاء الله. تقدري برضو تقسمه وتجيبوا ب15 جنيه فول، ب15 جنيه عدس، يعني انصاص كده. يعني نزلتي هاتوا نصين، نص فول ونص عدس. نصيحة مني ليكي، هاتي بال30 جنيه على بعض على طول. دي هنعمل منه كيك وهنعمل منه معجنات هايلة يا بنات، هتنفعكم ان شاء الله في السحور وفي المدارس كمان. الملوخية شوية شوربة على شوية على راس توم، برضه هتعملي احلى ملوخيه. والفضل يرجع للمج اللي انتوا شايفينه وجنيه وبس. الفكره دي حاولت ان انا اطبقها وصدقوني نفعت معايا جامد. يعني بجيب المج واحطه كده على جنب اكون انا شايفاه، وكل يوم جنيه واحد بس يا بنات، جنيه، ما تكتريش عن جنيه، هيبقى معاكي اخر الشهر 30 جنيه. 30 جنيه دول عايزاكي تستغليهم وتجيبي بيهم اي حاجه في البيت، اي خزين في البيت. الجو بدأ يبقى كويس وما بقاش حر، تقدري ان انت بقى تعيني الحاجات دي في كرتونه كده وتحطيها في ضلفه كده في المطبخ، او تقدري بقى درج وتعينيهم في الفريزر، مش هيجرى لهم اي حاجه. شهر والتاني هتلاقي نفسك ما شاء الله اللهم بارك مخزنه حاجات كتير لشهر رمضان الكريم وللشتاء كمان. كل ده سبب وفضله يرجع للجنيه. الجنيه ما تستقليش بيه. عايزاكي حتى لو نص كيلو، يعني انت ما بتحبيش العدس مالكيش في الفول، هاتي نص كيلو من اي حاجه من اللي انت شايفاها دي، احتفظي بيها، هتلاقي وصفات كتير هنقدمها لكم ان شاء الله. كده كده هتخرجي من الفيديو كسبانه كسبانه. مش عايزاكي تجيبي اي حاجه بال30 جنيه غير خزين بس للبيت. صدقيني بيتك هيتملى بركه وهيبقى عمران ان شاء الله بفضل وستر من عند ربنا. ده كله هيرجع لشطارتك وتدبيرك. مش قلتلك قبل كده انت وزيرة بيتك؟ في نهايه الفيديو لو اول مره تشوفينا وعجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير، وتمني لي من قلبك الخير. ما تنسوش تحبوا بعض.